بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم اليوم في وصفة جديدة. اليوم جبت لكم قلب اللوز وبدلة الشامية كما نسموها احنا أصحاب الغرب. جبتها لكم في هذا المول وبطريقة ثانية مغايرة يعني على الشامية اللي درتها لكم المرة اللي فاتت. والوصفات دائما اللي نبارطاجيهم لكم في قناتي تاع القلب اللوز دائما ناجحين. يعني أنا نبغي ننوع معكم الوصفات، يعني اللي ما يكونش متوفر عندها الدهان ولا تبغي ديرها بهذه الطريقة الجديدة اللي درتها لكم بها اللي هي سمن. هنايا الحاجة الأولى اللي نبداو بها اللي هي الشربات كما نبغوا نعرفوا حتى تبغي تبرد. نوجدها هي الأولى. أنا درت كاس قل ربع تاع السكر معاهم 2 كيسان تاع الماء، درت معاهم شوية تاع الطرونش هكا تاع الليمون، يعني إلا كان متوفر، اللي مكانش متوفر معليش. وأنا درت هنا عطر تاع زهرة البرتقال، اللي يكون عندها هاد العطر ديره، اللي ما يكونش عندها هاد العطر ما كداه ديره. يعني نتوما إذا كان متوفر يعني ديروه، يعني هو زين. وشوفوا كيفاش يدير لكم هذيك الحمور ديال الشاربة تاعكم. هنا الشاربات تخلوها كي تبدا تغلي، حسبوا لها واحد 15 دقيقة حتى 20 دقيقة حتى اللي تشوفوها سيرو ثقيل عادش باش تقلعوها على النار وتخلوها تبرد لكم. حنا نبداو بالوصفة تاع الشامية تاعنا. عندي كاس وربع تاع السميد هذا يكون غليظ. أنا هنا استعملت السميد تاع ماما، أنا عاود شريت شكارة جديدة. هاد المرة اللي فاتت كانت شوية صانع لي ماهوش كاع خشين، وهاد المرة خرج لي خشين. ونكملها هذاك الكاس الربع نكمله بالسكر، يعني نستعملوا كاس وربع تاع السميد يكون خاشن مع كاس قل ربع سكر. هنايا عندي مغرف صغيرة تاع الملح، وعندي مغرف متوسط تاع لافاني. هنايا نديرو النواشف كاع مع بعض. من بعد تينا نخلطهم هكا، وباش نزيد لهم شويه تاع هذاك تاع الزيت ونبداو نبسو فيها بشويه. انا هنا عندي استعملت الخميره الكيميائيه، هنا استعملت يعني على راس المغرف يعني واحد هكا 2 غرامات فقط. هنايا عندي ربع كاس تاع الزيت ولا ربع مغارف، يعني اللي يبغي يعرف يعبر عفوا بالمغرف يستعمل ربعة تاع المغارف. هنا المره اللي فاتت درتها لكم بالسمن ودرتها لكم بالدهان. انا اللي ما يكونش متوفر عنده سمنه يديرها بالزيت كيما هكا يعني. وغادي ندير لكم ثاني حتى على اللبن وكاع. يعني كاين بزاف وصفات تاع الشاميه. هنايا نبداو هذاك الزيت ندخلو فيه كامل هذاك السميد، نبداو هكا نحكو فيه يعني واحد 5 دقائق وحنا غير نحكو فيها باش نديروا لها الماء والمازر. كما راكم تشوفوا فيا راني عابره هنايا الماء، درت نص ماء ونص. في كاس تاع اتاي ديروا نص ماء ونص مازر. شوفوا هنا كي تبداو تحكوه هكا كامل تدخلوا فيه هذاك الزيت في هذاك السميد. هنايا هاد الوصفه يعني اللي ما غاديش تبات ولا يعني غادي توجدوها ثمثم. شوفوا هنا بعد اللي صنعتها كامل يعني حكيته غايه. شوف هنايا جبت الخميره تاعي الكيميائيه تاع الحلويات كما قلت لكم هكا على راس المغرف، يعني هنا استعملت مغرف صغيره تاع قهوه. خلطتها هكا ومن بعد نجيب هذاك الماء مع المازهر. ودرت هنا ثاني في هذا الماء والمازهر درت عطر زهرة البرتقال. يعني اللي يبغي يديره قلت لكم، واللي ما يبغيش يديره ما يديرش. يعني انا هنا غير باش تعطي هذيك البنه تاع المازهر فيه. شوفوا هنايا تبداو هكا تحركوا كي ديروا هذيك الاخرى عادكش باش ديروها كيما راه الشتا غادي تكون شويه ثقيل لكم. هاكا تبداو ديروا غير بشويه يعني عينكم ميزانكم باش ما تجيكمش جاريه. يعني هنا ولي يكون نستعمل السميد ما يكونش خاشن يعني شويه هكا، يعني رانا نشوف نوعيات وما راش يخرج لنا صادق. الماء تكونوا حذرين فيه، ما ديروش كاع الكميه. ولا شيتو خاشن غادي ديروها كامل هذيك الكميه. يعني هنا حسب ما تشوفوا هكا بدا يتشرب لكم هكا في يديكم، يتفتر لكم كي طعموا كي تلموها بيديكم تتلم لكم. يعني هنا تعرفوا بلي صاي الماء حبسوا. كيما انا هنا كي كانت عندي نوعيه زينه انا استعملت كامل هذيك الكميه. انا تخلوها هكا تريح واحده شويه واحد نص ساعه هنا هكا على جهه. من بعد عيش باش نديروها في السنيد تاعنا. وفي السنيد ثاني غادي نخلوها تريح يعني واحد الساعه من بعد باش نطيبوها. ولا تخلوها ساعه ونص كاملين هكا تريح من بعد اش ديروها في السنيد، يعني حتى تحسوا هذاك الماء كامل تشرباته كيما هكا. راكم تشوفوا فيا كيفاش راني ندير وكيفاش راني وريتكم كيفاش هكا نديرها في يدي باش نشوف لا تشربت ولا لا كيما هكا. انايا غطيتها وخليتها على جهه كيما قلت لكم فاتت واحد نص ساعه. انا وجبت هنا السنيوه تاعي اللي درت هنايا تاع 30 سنتيم على 10، ودرت هذه ودهنتها هكا يعني بالدهان من تحت ولا بالزيت اللي يكون متوفر عندكم. شوفوا هنا حتى طلقت لي هذا كامل هذا كلمه يعني التحسال تاعها. شو هنا ديروا كامل هذيك الشاميه يعني في السنيوه تاعكم. هنايا الفرن تاعكم كي تشعلوه من تحت، طيبوها من تحت تاني واحد 30 دقيقه. كي تحسوها حمارت ولا طرف تاعها حمار وغايه تشعلوا عليها من فوق، يعني حتى اللي تحسوها باللي بقات تنحرق. هي كي ديروا لها الشربات يعني غادي يهفت هذاك اللون تاعها، يعني ما تخافوش عليها.
أنا شوفوا غادي نزوّق، غادي نقطعها لكم ونزوّقها لكم بالكاوكاو، وهنايا غادي نخليها تقعد واحد الساعة، وغادي ندخّلها نيشان للفرن. يعني هي ثاني الحمورية يعني الطهي تاعها يعني يلعب دور كبير الشامية. شوفوا كيفاش هاكا نسطّحها من الفوقة، تسطحوها بالمغرف ولا يعني المهم واش ما تخلوش هذاك الطراس تاع يديكم برك. أنا درتها هاكا بسباتول، تبغوا ديروا بالمغرف ديروا. هنا هاكا تعبروا يعني غير من الفوقة باش من بعد كيف كي تبغوا تقصوها تجيكم ساهلة. والشاربة تاعكم كيما قلت لكم كي تحسبوا لها يعني هذيك الربع ساعة ولا 20 دقيقة ديروها تبرد، يعني إلا تبردوها ماشي اللي ديروها حامية. هنايا أنا كان عندي الكاوكاو زوقت بالكاوكاو، المرة اللي فاتت درت لكم باللوز، هاد المرة درت لكم بالكاوكاو. نتوما اللي عندكم صح ما عندكمش ما ديروش. هنا هذه هي شوفوا كيفاش يعني بعد اللي خليتها ريح ساعة راكم تشوفوا كيفاش شربت. هنا طيبتها من التحت حتى اللي حمارت لي، وعاود شعلت عليها من الفوقة، وهنا جبت لها الشربات. شوفوا هنا الشربات كيفاش كي درتها لها حتى شربتها كامل. يعني هنا الشربات حتى ولي حسيت روحها بزاف، هنايا عبروا كاس ونص تاع الشربات ديروها هكا فوق. شوفوا يعني راها كيما راك تشوفي هاكا تشرب لي. كاين اللي يبغي يشرب بشويه من بعد يزيد، كاين اللي يعني كل واحد وكيفاش طريقته. هنا شوفوا كي شربت لي زدت درت لها هذه. هنا المهم تعبروا يعني واحد الكاس وربو حتى لزوج كيسان تاع شرب. وهذه هي النتيجه. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم، والى الملتقى ان شاء الله في وصفات جديده. بسلامه، ما تنساوش ديروا لي ابوني وشام. الى اللقاء.